أهلا بيكم في قناة سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. أنا جبت كده شوية مشتروات، حبيت بس أفيدكم. الناس اللي هي شغالة من البيت، فالفيديو ده بالنسبة لهم بيبقى حاجة أساسية وبتبقى مهم، يعني بيبقى مهم جدا. هقول لكم الخامات دي أنا اشتريتها منين، وهقول لكم آخر الفيديو يعني المكان بالظبط اللي انتوا تجيبوا منه الخامات بتاعتكم بسعر كويس. وفي نفس الوقت هنعمل يعني هنقول مع بعض برضو كل الأسعار الحاجات اللي أنا جبتها. طبعا الحاجات دي لو انت شغالة من البيت دي بتبقى شيء أساسي عندك، متوفرة في البيت. يا ريت تكملي معايا الفيديو لغاية الآخر، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. بصوا، أول حاجة أنا جبت دي السبونج الجاهز اللي هو جولدن باك. جولدن باك أنا اشتغلت بيه فعلا، هو حلو جدا وشغله مريح، يعني بجد الكيك بتاعه بيطلع تحفة. طبعا الكيك السبونج بيبقى مريح جدا عن الكيك اللي احنا بنعمله يدوي. فهو فعلا بيبقى بيطلع نتيجة حلوة جدا، وخاصة لو انت حابة تعملي تورتاية لو مثلا مش شغالة، بتبقى سهل جدا معاكي. دي شكارة كريم شانتيه خام الألفا. جبتها يعني 5 كيلو، هو في منها متوفر 10 كيلو وفي منها 5 كيلو. أنا جبت شكارة الألفا اللي هي الكريم شانتيه ب1015 جنيه بالظبط. والسبونج جولدن باك جبته ب545 جنيه. فالأسعار يعني انت لو جيتي قارنتيها بأسعار بره، دي أسعار جملة. هقولك برضو زي ما انا قلتلك اخر الفيديو انا جبتها منين. اشكارة الكريم اللي هي الالفا دي حلوة جدا، مش وحشة خالص في شغلها. تمام. وجبت طبعا كيك شيف، انا ما بستغناش برضو عنه للكيكات العادية للبيت عندي هنا. فتملي احب اجيب علبة كده مع بعضها، جبتها ب120 جنيه. تمام. جبت اللي هو باكيت الشوكولاتة ده بيبقى 2 كيلو ونص، ب240 جنيه. تمام. شوية المشتروات دولت أسعارهم يعني يعني لو انت اشتريتي حاجات قطعي طبعا، لو انت شغالة من البيت طبعا مش هتوفر معاكي خالص. جبت كيلو سمسم، الكيلو ب115. برضو سمسم محمص، الحاجات دي برضو أنا بحب استخدمها يعني بصوا الحاجات دي بتبقى أساسية عندي في البيت. كان باقي فلوس كده، جبت بس ب20 جنيه اللي هو الزبيب. تمام. بعد كده جبت بقى السوداني ده كان ب120 جنيه. أخدت ربع كيلو، وجبت اللي هو لبن بودر، اللبن البودر ب270 جنيه. خدت ربع كيلو. ده بقى كاكاو خام أسباني، سعره 550 جنيه. جبت حوالي ربع كيلو. تمام. وده عسل كلوكوز عشان لو حبينا نعمل اي حلويات شرقية بتبقى لازم يبقى متوفر عندنا في البيت. ده كان سعره 25 جنيه. اما شوكولاتة سما جبت جردل اللي هو شوكولاتة بيضة، وبرضو اللي هو الشوكولاتة الغامقة اللي هي يعني بصوا هي سما فعلا حلوة جدا في الشغل بتاعها. وبكده انا قلت لكم كل الاسعار بتاعت الخامات اللي انا اشتريتها، ولو حد عايز يسأل عن اي حاجة يكتب لي في التعليقات. إيه انا كده هقول لكم بس العنوان انا جبته منين. الخامات بتاعتي انا طول عمري من ساعة ما انا اشتغلت بحب اجيب من باب البحر في رمسيس. دي كل الخامات، يعني بصوا بتبقى كل الخامات متوفرة عندهم، والاسعار بتاعتهم بجد بتبقى احسن من اي اسعار بره. ده كان فيديو النهاردة، يا ريت تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.